وازيكم عاملين ايه؟ صباح الخير في الجو الساقع ده. ايوه احنا بنحب الساقعة، محبين الصيف ملكوش دعوة بينا. هنكمل مع بعض النهاردة سلسلة شرح منتجات لاروش بوزيه. وضيوف حلقتنا النهاردة هما اللاروش ميلابي 3 السيرم والكريم. انا عارف ان احنا ممكن نبقى واقفين في الصيدلية كده قدام الاتنين، طب هما الاتنين نفس الحاجة ونفس الكلام، ليه اختار سيرم ولا اختار كريم ولا اختار الاتنين مع بعض؟ ولا هي مصاريف وخلاص يا جدعان؟ يعني لازم نبقى عارفين الفرق بين الاتنين، وامتى نستعمل ده وده، وامتى نستعمل الاتنين مع بعض. حلو. طيب خلينا ناخدها بس حاجة كده في البداية. ايه هو الميلاسيل اللي مكتوبة دي؟ يعني لو تشوفوا كده في كلمة ميلاسيل وتحتها 10% نياسيناميد، وهنا ميلاسيل وتحتها 5% نياسيناميد. الميلاسيل دي هي تعتبر زي كده براءة الاختراع اللي موجودة في المنتج. يعني هي عبارة عن ميكس كده ما بين 4 مكونات، اللي هو الكارنوزين والريتينايل بالميتات والنياسيناميد طبعا، وال اتش اي اللايبو هيدروكسي اسيد. لو فاكرينه كنا اتكلمنا عنه كده. بيعملوا ايه الاربعه دول؟ الكارنوزين ده مثلا هو مضاد اكسده. يعني ايه مضاد اكسده؟ يعني الجسم في خلال اليوم بتاعنا واحنا بنتوتر، واحنا بناكل الاكل غير صحي، واحنا بنتعرض لشمس، بنتعرض لملوثات في الجو، بيحصل جوه حاجه اسمها عمليات الاكسده. عمليات الاكسده دي بتطلع مواد كده صغيرة اسمها شوارد. الشوارد دي بقى حاجات ضارة كده بتنتشر في الجسم، تروح تخبط بقى في القلب، تخبط في الشرايين، تخبط في الشعر توقعه، تخبط في البشرة تعمل تصبغات واسمرار والحاجات دي. فمضاد أكسدة يعني مضاد للشوارد دي اللي بتسبب تصبغات في البشرة. طيب ده رقم واحد. النياسيناميد معروف طبعا ان هو بيخترق البشرة بقى ويروح للميلانوسايت اللي هي الخلايا اللي بتطلع الميلانين، وتعالج فرط التصبغ اللي بيحصل فيها. طيب الريتينايل بالميتات وال اتش اي، الريتينايل ده اللي هو مشتق فيتامين ايه اللي بيعمل تقشير خفيف في البشره، فبيعمل تجديد لخلايا البشره. شوفوا الشمس طلعت على الكلام في الشتاء ازاي، الشمس الحلوه دي. نكمل. وال اتش اي بيعمل برضه تقشير خفيف كده فبيجدد خلايا البشره. هي دي براءة الاختراع اللي موجوده واللي مشتركه في الاثنين. ايوه طب اعمل ايه برضه؟ يعني ناخد السيرم ولا ناخد الكريم؟ خلينا نشرحهم بمثال بسيط. هنعتبر ان السيرم ده هو المهاجم اللي بيروح يجيب الجون، وان الكريم ده هو المدافع اللي واقف ورا عشان ما يدخلش فيا جون. يعني السيرم هو اللي فيه التركيزات العالية من المواد الفعالة، يعني هو اللي هيخش يعالج. ينفع اخش اعالج واسيب بقى سطح البشرة معرض ان يحصل تصبغات تاني بعوامل الجو اللي احنا قلناها، ولا بالشمس ولا بالستريس ولا ده كله؟ اكيد لا. فانا معايا الكريم على طول سبورت، بيدافع عن النتيجة اللي عملها السيرم، وبيحافظ ان ما يحصلش تصبغات تانية جديدة. هو ده الفرق بينهم. عشان كده الاتنين بيكملوا بعض. السيرم بيتحط بالليل فيعالج، والكريم بنحطه الصبح. عشان كده حتى الكريم فيه اس بي اف 30، فيه نسبة حماية. فالسيرم بيتحط بالليل عشان يعالج، والكريم الصبح عشان يحافظ على النتيجة اللي بيعملها، ويحافظ ان ما يحصلش تصبغات تانية جديدة. يبقى بنستعملهم ليه؟ خلاص بقى احنا عرفنا عشان التصبغات واثار الحبوب وتوحيد لون البشرة. طب انا يا دكتور بخر انا مش هجيب الاتنين، هوفر من الاخر. انا عندي بس اثار حبوب يمكن واحده ولا اتنين كده والموضوع بسيط، يعني خلاص نوفر في الحاله دي مش مشكله. الكريم لوحده يؤدي او يفي بالغرض. لكن لو الموضوع شديد، التصبغات كتير او اثار حبوب كتير وعنيده، وحاولت بكذا حاجه وما نفعتش، يبقى ساعتها الاتنين مع بعض هيكون هو الحل الامثل. اظن كده الفرق بقى واضح. لو واقف في الصيدليه قدام الاتنين بقيت عارف هما ليه عاملين سيرم وعاملين كريم، واعرف اختار صح. لو استعملتوه قبل كده سواء السيرم او استعملتوا الكريم وجاب نتيجة معاكم، سيبولي في التعليقات. او لو استعملتوا حاجات تانية فادت معاكم في التصبغات برضو سيبوها في التعليقات. انا شخصيا هستفيد، واللي بيشوفنا وبيحب يتفرج على التعليقات كمان هيستفيد. ما تنسوش لو استفدتم من الفيديو تعملوا لايك، وكمان تشاركوه مع اي حد حابب يستفيد من المعلومة دي. وما تنسوش كمان تشاركوا في القناة عشان تشوفوا الفيديوهات الجديدة اول باول. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. استنوني في فيديو جاي من سلسلة شرح شركة لاروش بوزيه. مع السلامة.